على النتيجه يعني. طبعا احنا بدانا الشوط الاولاني، هو كل ده كان بسبب الشوط الاولاني، احنا ما بداناش مركزين في الماتش يعني. الناس ما كانتش مركزه، فكل ده اثر على النتيجه. وفرقه زي فرقه المجر رابع اولمبياد لما تكسبك فرق 4-5 تجوان بتبقى صعب ان انت تعوض بعد كده. بس ان شاء الله يعني الماتشات الجايه تبقى احسن من كده باذن الله. خلال إحدى الفترات وصل الفارق بين الفريقين إلى 9 نقاط، من قبل في الشوط الأول إلى 7 نقاط، وفي الشوط الثاني وصل إلى 10 نقاط. ما انا بقول لك، هو انت لما تغلط في الهجوم هتلاقي الناس دي هتجري عليك في وسط بريك، فالسكور هيقعد يزيد. بس احنا ان شاء الله الفتره الجايه نحاول نعمل حاجه باذن الله. دعوات بس الناس معانا ان شاء الله. بطبيعة الحال المباراة القادمة ستكون أمام المنتخب الإسباني، هل أخذتم بعض الأشياء من المباراة التي فاز فيها على المنتخب الجزائري؟ احنا اكيد لا طبعا لسه ما اتفرجناش على فريق ماتش اسبانيا، بس ان شاء الله نشوف يعني. اليوم بكره راحه وبعد بكره ان شاء الله ماتش اسبانيا، فهنشوف ان شاء الله باذن الله. إن شاء الله بالتوفيق.